السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ بشرى ام نور. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله ومن ضمن تحضيرات العيد غادي نشارك معكم ميني كيك بوصفه اللي ما غاديش تبقاو تستغناو عليها في تحضير الكيك. كيجيو خفاف كيذوبوا في الفم، وغير بيضه واحده وباضافه المكون اللي غادي يخلي الكيك ديالكم يجيكم اسفنجي وخفيف بدون طراب كهربائي، غير بالطراب اليدوي وبلا تعب. ندوزو مباشرة نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير، وما تنسونيش من لايك للتشجيع، فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاج لتحضير الكيك، عندي واحد الحبة ديال البيض بحرارة المطبخ، 150 غرام ديال السكر، كاس الا ربع ديال الزيت النباتية ما يعادل 100 مليلتر، 150 مليلتر ديال المشروب غازي ديال البرتقال، شوية ديال الملح، خميرة الحلويات من وزن 8 غرام، ملعقة صغيرة ديال الفانيليا، و250 غرام ديال الدقيق يكون من النوعية الجيدة. بسم الله. اول حاجه غادي نبداو بها، خديت اناء وضعت فيه حبه ديال البيض، شويه ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الفانيليا، و150 غرام ديال السكر حبيبات، وغادي نخلط الكل جيدا حتى يذوب السكر مع البيض ويتضاعف حجم الخليط ويرجع عندي القوام كريمي خالي من حبيبات السكر على هذا الشكل. ومن بعد غادي نضيف على الخليط كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، غادي نضيفو تدريجيا، ما نضيفوهش دفعه واحده. حنا كنضيفو الزيت وحنا كنخلطو حتى ينسجموا جميع المكونات مع بعض ويرجع عندي القوام كريمي. في هذه الاثناء غادي نضيف 150 ملل ديال المشروب غازي بذوق البرتقال. هذا المكون هو اللي كيخلي الكيك ديالنا يجينا خفيف اسفنجي ومهوي من الداخل ومنعش من اروع ما يكون. وفي الاخير غادي نضيف 250 غرام ديال الدقيق، وهنا ضروري نعاودو نغربلو الدقيق لان هاد العمليه هي اللي كتخلي الكيك ديالنا يجي خفيف. ومن طبيعه الحال الدقيق ما غاديش نضيفوه دفعه واحده، انا غادي نقسمو على 3 ديال الدفعات. غادي نبقى نغربل شويه بشويه وانا كنخلط حتى نحصل على قوام كريمي يكون ماشي خفيف وماشي ثقيل بزاف. غادي نوريكم القوام ديالو كيفاش خصو يكون. وكيف ما كتشاهدوا معايا بديت كنضيف الدقيق للمره الثانيه، وحتى هو بدورو غادي نغربلو ونعاود نخلطو جيدا. من بعد ما خلطت مزيان غادي نضيف الكميه ديال الدقيق اللي بقات عندي، وغنضيف عليه 8 غرام ديال خميره الحلويات، وغادي نعاود نغربل الكل ونخلطهم جيدا. صافي، من بعد ما خلطتهم مزيان هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه في الاخر. بالنسبه لليمون انا غادي نستعمل هذا الشكل اللي كيجيو فرديين، دهنتهم هنايا بشويه ديال الزبده. وانتم كيبقى لكم الاختيار، ماشي ضروري تستعملوا فحال هادو، تقدروا تستعملوا اي شكل متوفر عندكم. كيف ما كتشاهدوا معايا بديت كنعمر الليمون ديالي بالخليط، تقريبا كنوضع فيهم 2 ملاعق كبار مملوئين. ما خصناش نعمروهم بزاف باش ملي ندخلوهم للفرن يطيبوا يبقاو محافظين على الشكل ديالهم. صافي، غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نعمرهم كاملين. من بعد ما عمرتهم كاملين غادي ندخلهم من الفرن يطيبوا اللي سبق لي سخنته من قبل. بالنسبه لي انا عندي الفرن ديال الغاز، غادي ندخلهم يطيبوا على نار تكون متوسطه من الاسفل ومن الاعلى لمده 10 ديال الدقائق ونخرجوهم. وبسرعه غادي ندوزو نحضروا كريم باتيسير اللي غادي نحتاجو ليها 2 حبات ديال صفار البيض، 60 غرام ديال بودره كريم باتيسير، 100 غرام ديال السكر حبيبات، ملعقه صغيره ديال الفانيليا، وجوج كؤوس ديال الحليب ما يعادل 500 مليلتر. خديت هنايا كاسرونه غادي نضيف فيها الحليب وغادي نوضعه فوق النار حتى يوصل لدرجه الغليان. وفي اناء واحد اخر غادي نوضع 2 حبات ديال صفار البيض، 100 غرام ديال السكر حبيبات، ملعقه صغيره ديال الفانيليا، و60 غرام ديال بودره كريم باتيسير. وغادي نضيف عليهم نص الكميه ديال الحليب ونعاود نرد الحليب على النار ونخلطهم جيدا. ومن بعد ما خلطتهم غادي نوضعهم جانبا ونجيب الحليب من فوق النار ونضيفهم عليه
ونعاود نخلط الكل ونردهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى القوام يرجع كريمي على هذا الشكل. كتجي لذيذه من اروع والذ ما يكون. صافي غادي نوضعها في اناء ونغطيها بلاستيك غذائي، نحاول نغلفها مزيان من الجوانب باش ما يدخلش ليها الهواء. غادي نخليها حتى تبرد مزيان وترجع بحراره المطبخ، عاد غادي ندخلها للثلاجه. الميني كيك من بعد ما طابو هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجيو مذهبين. خديت هنايا هاد الشبكه وغادي نبدا نديمو ليهم باش يبردوا مزيان، وكيف ما كتشاهدوا معايا كيتحيدوا بسرعه وبكل سهوله. تبارك الله جاو خفاف ومذهبين واللون ديالهم موحد ناجحين 100%. من بعد ما بردت كريم باتيسير خديت الباتور وغادي نبدا نخلطها مزيان حتى يرجع القوام ديالها كريمي بهذا الشكل اللي كتشاهدوا معايا. صافي في هذا الاثناء من بعد ما الكريمه ديالي وجدت غادي نعمرها في بوش ونبدا نزين بها الميني كيك بهذه الطريقه. الاصدقاء اللي وصلوا معايا حتى لهاد المرحله في الفيديو كنشكركم على حسن المتابعه. ما تنسوش تخليو لي لايك للفيديو باش تشجعوني على تقديم المزيد. والناس اللي اول مره كينضموا للقناه وعجبكم المحتوى مرحبا والف مرحبا. كندعوكم للاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجميع الوصفات. بالنسبه للتزيين خديت هنايا شرائح ديال البرتقال وشرائح ديال الكيوي وحبات ديال الفراوله اللي قسمتهم على جوج. بالنسبه للفواكه انا دهنتهم بالنقاج من قبل باش تجينا فيهم هذيك اللمعه ويبقاو طريين لمده طويله. وكيف ديما التزيين كيبقى اختياري، ماشي ضروري تزينوا بهاد الفواكه، تقدروا تزينوا باي حاجه متوفره عندكم او لا اي فاكهه كتفضلوا. الميني كيك من بعد ما كملتهم بالتزيين هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو اكثر من رائعين. تحضروهم لفطور العيد او لضيوفكم بتحميرة الوجه. كيجيو خفاف ولذاذ بطعم مميز ما تشبعوش منهم، والاهم انهم سهلين في التحضير اقتصاديين. غير بيضه واحده فعلا كيستحقوا التجربه. كنتمنى اقتراح اليوم يكون نال اعجابكم وتجربوهم بالصحه والراحه. ما بقى لي غير نودعكم. كنشكركم على حسن المتابعه. دمتم اوفياء. مع السلامه الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.